السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معانا، كل سنة وانتم طيبين. أنا اشتريت لبس العيد للأولاد وحبيت أشارككم معايا وأوريكم الأسعار. أول حاجة على فكرة الهدوم دي أنا جبتها قبل رمضان، بنحب نجيب قبل رمضان طبعا قبل الزحمة، بس ما صورتهاش بصراحة فقلت أصورها لكم دلوقتي. أنا جايبها قبل رمضان لأن ما بنعرفش ننزل في أيام رمضان، وإحنا طبعا بننزل نجيبها من مركز تاني، بنروح الزقازيق. دايما بحب أجيب الملابس من الزقازيق. أول حاجة هوريكم ده لبس ابن الكبير إياد. هو طبعا اللي اختار، هو بيحب النوع بيحب نوعية الجينز، فهو اختار الطقم ده. هو بقى على بعضه كده، ده طقم جينز، ده بنطلون. افرده كده اهو، بيبقى عليه الجاليه الجينز ده، وتحته تيشيرت. هو اختار الطقم ده بصراحة لانه هو اللي بيحب الجينز، فهو اللي اختاره، واختار طبعا عليه الرسومات دي، وجابه اسود. يعني الطقم كان بيبقى موحد، لكن انتي بتختاري التيشيرت اللي تحت باللون اللي انت عايزاه. فهو ما بتلبس طبعا على بعضه بيبقى شكله حلو. والشوز بتاعه اهو خفيف وخامته حلوة. الطقم ده كان سعره هو طبعا قال 500 وشوية الاول الطقم على بعضه. من هنا جبناه ب400 الا 20، يعني 380، اللي هو طقم الجينز بالتيشيرت 380. والشوز ده على 120، ب120 جنيه الشوز بتاعه، طبعا بعد الفصال برضو. بعد كده ده طقم رينات بنتي اهو، ده شكله نظام جيبة وبلوزة بس ماسكين في بعض بحزام اهو، وجاي معاه برضو البنتكول ده لبس تحته اللون السكري ده، اللون اللي هو الابيض او السكري، هو لون الحزام يعني، ويليق مع الجينز. هو ده كده جاي الطقم مع بعضه. الطقم ده ب325، سعره اهو، السعر لو واضح اهو ب325. هو كده ده كده على بعض. وجبت لها معاها الشنطة دي، الشنطة دي ب40، دي ب40 جنيه. جبت لها كمان السوليبيتا دي. بصراحة الاسعار كانت فيه اسعار غالية، الحاجات اللي عجبتنا لقينا الطقم ب500 و600 جنيه، فانا قلت بدل ما اجيب لها طقم واحد هجيب لها يعني طقمين. وكده كده انتوا عارفين الاطفال بيبهدلوا ومش عارف ايه، يعني مش هيحافظوا على الحاجة قوي، فالطقم الغالي هيبقى يعني خسارة لو جبنا طقم واحد ب600 جنيه. فقلت اجيب لها ايه طقمين، حاجه برضو ايه تبقى عمليه. فجبت لها السوربيتا دي، بصراحه في اللبس جميله جدا، عجبتني قوي ما قسناها عليها، وقماشتها جميل قوي، في الصيف هتبقى حلوه. هي باستك كده من تحت من عند الرجل، الحته اللي فوق دي جينز، وبحزام كده من الوسط، حزام كده بورده. اوريكم برضو شكلها من الظهر. وده شكله برضو من الظهر، حزام اللي هو بيبقى ضغط كده او استك، حزام استك. هو جاي معاه الشنطه دي، هي الشنطه دي كده جايه مع السولبيتا، وجبت لها البادي ده تحته. جبت لها البادي ده، هو بادي كده ربع كم تحت السولبيتا، هيليق معاه قوي، يعني ده لوحده. السولبيتا دي صحيح تمنها 220، السولبيتا ب220، هي جايه معاها الشنطه دي، انما الشنطه دي انا شاريها لوحدها مع الطقم اللي تحت. وده برضو اشتريته لوحده، ده ب20 جنيه البادي ده. وجبت لها طبعا الشوز بتاعها اهو، ده هيليق على الطقمين، بس حلو قوي، خفيف وشيك بصراحه. ده كان ب100 جنيه، ده هيمشي مع الطقمين. وجبت لها كمان التوك بتاعتها عشان نبقى خلصنا كده ايه خالص، ما نرجعش نجيب اي حاجه تانية، اللي هي التوك والتوك والاكسسوارات والحاجات بتاعتها بقى، حاجات البنات بقى اللي انتوا عارفينها لازم يجيبوها. واللي هو التاتو ده اللي بيبقى على الايد، التاتو والبنت وحاجات كده يعني.
واخر حاجه الطقم بقى بتاع مودي الصغير، ابن الصغير. ده طقمه. اكتر حاجه بقى عجبتنا وشددنا له هو الشنطه اللي جايه مع الطقم. ده الطقم بتاعه، عباره عن تيشيرت برضه شكله من الظهر، يعتبر اللي هو بنتكول او شورت جينز يعني، بس اللي هو عارفينه اللي هو نظام الجريب ده. بنقول عليه مجرب، هو بيبقى اسمه ديرتي، بيقولوا عليه مجرب. اللون بتاعه كده يعني نفس ايه، جاي من لون التيشيرت. هو ده طقم على بعضه وبحزام. بس احلى حاجه بقى ان هو جاي معاه الشنطه دي كده من ورا، اهي لها جيب كده وبتنشال من ورا. عارفين انتوا بقى بتبقى لايقه على العيال الصغيره قوي، يشيل فيها بقى لو راح النادي ولا حاجه يحط فيها حاجاته. انا جبتهوله ما كانش معانا. بصراحه هو ده سعره، الحاجات دي ما فيهاش فصال. طقم ريناد ومودي من محل ما فيهوش، يعني هو بيبقى كلمه واحده. بصراحه انت تجيبه وانت مطمنه من المحلات اللي هي ما بتبقاش فيها كلام، يعني سعرهم موحد. بتجيبه وانت مطمنه ان مش هيضحك عليكي. انت تخافي من اللي بيفصلوا في الاسعار، اللي هو زي الطقم اياد ابني الاولاني الكبير ده. حسيت ان هو انضحك عليا شويه، كان ممكن يجي اقل من كده، لانه يعني ضرب السعر فوق قوي الاول، يعني قال 500 واحنا جبناه يعني قال 550، واحنا ايه فاصلنا وجبناه على اللي هو 420 380. كان ممكن كمان نقول له على 350، كان ممكن يوافق، بس احنا بقى ايه طلع مننا كده. فزي ما قلت لكم يعني انت لو بتجيبي من محل موحد او اسعاره ما بيفصلش فيها هيبقى افضل. طقم مودي ده صحيح ب200، كان مكتوب الرقم 200 وحاجه، مش عارف شكله قطع الورقه تصدقوا. 253 ايوه بالظبط، عشان فاكره ان هم حتى فكوا الفضيه وخدوا 3 جنيه. 253 طقم مودي ده. هو بتاع ريناد من محل واحد اللي هو اسعارهم موحده. اليوم ده بصراحه انا كنت سايبه ابني الصغير وكان تعبان، وكنت سايباه عند حماتي، فانا اشتريت الحاجات دي بسرعه بصراحه. يعني ايه، حتى في حاجات ذوقها ما عجبنيش قوي وكده، بس انا كنت مستعجله عشان سايباه زي ما قلت لكم، محمته كان تعبان. واحنا بنروح نجيب طبعا من مركز تاني، فبناخد مثلا وقت او فتره. لو حد يعرف يعني الزقازيق بيبقى فيها اللبس جميل قوي، بنحب نجيب منها. طبعا احنا ما جبناش لنا، مش مهم، احنا الكبار اهم حاجه الاولاد. عارفين يعني لازم الاطفال بيجيلهم لانهم بيبصوا لغيرهم. وبنعمل طبعا جمعيات عشان نجيبها، يعني بنعمل جمعيه ونقبضها وبنبقى عاملين حسابنا عشان نجيب للاولاد في لبس العيد. وطبعا الاسعار، في اسعار اغلى من كده، يعني الاسعار يعتبر دي مولعه نار، بس هي دي اقل اسعار. في حاجات اغلى من كده بكتير، لكن احنا يعني بنجيب الحاجه الوسط بصراحه، يعني دي الحاجه يعتبر الوسط، عشان بس ايه نفرح اولادنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم وعرفتوا الاسعار، وقولوا لي بقى ايه رايكم، وايه اكتر طقم عجبكم، او ايه احسن طقم عجبكم. انا بتهيألي كده هو البنات، حاجات البنات بتبقى جميله بصراحه، يعني حاجات الاولاد ما بتلاقيش فيها تغيير قوي. حاجات البنات اللي بتبقى ذوقها بتلاقي حاجات حلوه وحاجات جميله يعني. ما تنسوش بقى تقولوا لي في الكومنتات انتوا جبتوا لبس العيد ولا لسه، والاسعار عندكم ايه. وانا كده انغلبت في الاسعار دي ولا ايه. وزي ما قلت لكم انا بحب اجيب الحاجه بدري، احنا بنجيبها من قبل رمضان بكتير، عشان رمضان بيبقى زحمه ويبداوا ان هم يغلوا الاسعار في الاخر، يعني كل ما بتتاخري الاسعار معاكي بتزيد قوي. يلا بقى، كل سنه وحضراتكم طيبين، وربنا ان شاء الله ييسرها على كل معسر ويرزق كل محتاج. واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان ليتك